اللهم اهد أبناءنا وشبابنا، اللهم وفق شبابنا، اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبهم، اللهم اجعل الامتحانات بردا وسلاما على قلوبهم، اللهم اهد القائمين على شؤون التربية والتعليم في بلادنا، اللهم اهد القائمين على وسائل الإعلام أن يتقوا الله في شباب المسلمين. أيها الإعلام، أيها المسؤولون على الإعلام في بلادنا، اتقوا الله في شباب المسلمين، فإنكم أضللتم جبلا كثيرا. كتخليو حتى كتقترب الامتحانات أبناؤنا وأولادنا وفلذات أكبادنا ما بينهم وبين الامتحانات الثانوية وامتحانات البكالوريا وغيرها من الامتحانات إلا شبر واحد، ثم تأتون بكل أنواع وأصناف وأشكال الملهيات والمغريات والمدمرات. ومن هذه المغريات والمدمرات مهرجانات أو مهرجان ما يسمى بموازين. ما الذي يستفيده المسلمون؟ ما الذي يستفيده شبابنا من مهرجان موازين؟ إن الشباب في تل أبيب، إن الشباب في إسرائيل ليسوا منشغلين لا بموازين ولا بألعاب وبمباريات الكرة ولا بغير ذلك من الحواجز والموانع والمغريات، إنما هم منشغلون بالتحصيل العلمي، منشغلون بالتفوق العلمي، منشغلون بالبحوث العلمية. اتقوا الله في هذه الأمة، لا تشغلوا شبابنا أكثر مما هم منشغلون به، فعندهم من الملهيات، عندهم من الملاهي، وعندهم ما يقتل الوقت ما يكفي من الإذاعات والفضائيات والفضائحيات والمصائب. هل يعقل في عالم العقلاء تبقى 10 أيام و15 يوم على امتحانات البكالوريا التي هي فيصل في طلب العلم بالنسبة للشباب، ثم نشغلهم بالإشهار والإعلان عن هذا المهرجان 3 شهور قبل، 3 أشهر من الإعلان والدعاية والإشهار للمهرجان، وكأن هذا المهرجان سيعيد لنا القدس أو كأنه ينهي لنا مشكل الصحراء، هذا السرطان الموجه لبلدنا والمصاب به بلدنا. فاللهم اهد شبابنا، اللهم وفقهم لطاعتك، اللهم علمهم ما ينفعهم، اللهم فقههم في دينهم، اللهم أبعد عنهم المخدرات والمسكرات وسائر المحرمات يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين. اللهم احفظ بلدنا هذا يا رب العالمين، اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أبعد عنا الغلاء والبلاء والوباء، اللهم أبعد عنا الفتن ما ظهر منها وما بطن عن بلدنا هذا خاصة وعن سائر بلاد المسلمين يا أرحم الراحمين ويا رب العالمين.